السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تالتة إعدادي، حبايب قلب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر حمد عادل إنجلش تيتشر. النهاردة إن شاء الله هنشتغل القصة تشابتر 1. أهم حاجة بس تكونوا ذاكرتوا اللي فات، تكونوا اتفرجتوا كده على الفيديو الجرامر اللي نزل لكم والفيديو بتاع الكلمات، تذاكروه كويس. والنهاردة هناخد أول تشابتر في القصة. قصتنا النهاردة قصة جميلة جدا 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 ومشوقة وأحداثها جميلة، فعايزك كده تبدأ معايا كده توحد الله، تقول لا إله إلا الله، ونبدأ كده مع بعض. قصتنا النهارده بعنوان 20,000 Leges Under the Sea. تاني كده 20,000 Leges Under the Sea، يعني عايز اقول لك 20,000 فرسخ تحت الماء، يعني عايز اقول لك 20,000 قدم تحت الماء. يعني كده الملخص الجميل، قصتنا النهارده في البحر، هناخد مغامرة جميلة جدا جدا في البحر. يلا بينا نعرف احداث القصة ومين الشخصيات اللي هتقابلنا في القصة. طيب زي ما احنا كده شايفين ان طبعا القصه اصلا من الواضح ان هي طبعا بتتكلم عن عن البحر، وعندنا مغامره جميله جدا جدا هناخدها مع بعض. طيب نبص كده سريعا كده يا شباب على عندنا شويه كاركترز اللي هم الاشخاص اللي عندنا في القصه اللي احنا المفروض نبقى عارفينهم يعني. طيب عندنا 4 اشخاص وهم اهم 4 اشخاص في القصه. حلو. اول حد عندنا الناريتور او بطل القصه، وده حد مهم جدا، اسمه بروفيسور، خلاص، بير ارونكس. طبعا عشان الاسم يعني شويه كبير شويه، ولكن احنا هنلخص كده بروفيسور ارونكس. بروفيسور ارونكس، وده بطل القصه، وده الراجل ده اهم حد في القصه عندنا. تمام جدا. مين الشخصيه الجميله دي؟ الشخصيه ده هو فرنش مارين ساينتست. عايز اقول لك هو عالم ساينتست، عالم بحري فرنسي. خلاص، يبقى انا اللي انا هعرفه كده على ارونكس ده ان هو فرنش مارين بقى ساينتست، عالم بحار فرنسي. كلام جميل جدا. طيب وعندنا كمان كاركتر شخصيه اسمها كابتن نيمو. كابتن نيمو، كابتن نيمو، كابتن نيمو. حلو قوي. طيب والراجل ده برضو احنا هنعرفه طبعا في القصه، هو الميستيريوس كابتن اوف نيوتلس هنا سبمارين. خلاص، كلام جميل جدا. طيب هنا هو الكابتن ده طبعا هنتكلم عليه اكتر حاجه وانا شغال. خلاص، هو طبعا السب مارين دي هي زي غواصه كده. طبعا لسه مش هنحرق القصه برضو لما نوصل له ان شاء الله. طيب عندنا واحد كمان اسمه نيد لاند. نيد لاند، والراجل ده اسكيلد كنديان هاربونر، برضو هنقابله. يبقى هنا نيد لاند هو سكيلد، هو حد كندي هاربونر، يعني معاه هو معاه زي يعني اللي هو زي رمح كده. تمام. طيب برضو هنعرفه برضو اكتر واحنا شغالين. طيب وعندنا حد كمان اسمه كونسيل. كونسيل ده اللي هو ارنكس، يبقى هنا لويال سيرفنت. الراجل ده هو المساعد ليه بقى ارنكس، ده مساعد بتاعه اللي هو سيرفنت، لويال سيرفنت، الخادم المخلص بتاعه. يبقى انا النهارده هنتكلم اول حاجه عندك لازم تركز فيهم كويس جدا، الكاركترز او الاشخاص بتوعك. خلاص. طيب يبقى مين هم تاني كده الكاركترز تاني كده يا مستر؟ يبقى بروفيسور، هنا هنقول بقى هنا بروفيسور بقى ارونكس. طيب وعندنا مين؟ كابتن نيمو. ومين كمان؟ نيد لاند. وكمان مين هنا؟ كونسيل. يبقى عندي 4 شخصيات هنتكلم معاهم. طيب تعالى بقى نبدا نحن كده ناخد كده جوله كده مع بعض. نبدا بس نعرف الاول البليس بتاعها فين. خلاص، قصتها طبعا يا جماعه هي هتكون في المحيط الهادي، الباسيفيك، او هتقول كده في بقى في الاوشن باسيفيك، هنا اتلانتيك بقى اوشن، يعني هو بقى في المحيط الهادي. يبقى احنا قصتنا النهارده المغامره بتاعتنا فين؟ في المحيط الهادي. وكلمه محيط يعني اوشن، محيط يعني اوشن. يبقى انا القصه بتاعتنا مكانها فين؟ ده سؤال برضو مهم. البليس بتاعها كان مكانها فين؟ هتقول لي هنا باسيفيك بقى اتلانتيك. خلاص كده، يبقى هو او يبقى هنا انديان اوشن في في المحيط الهندي. خلاص، يبقى هو كده ان المكان القصه باسيفيك اوشن. كلام جميل. طيب عندنا كمان بقى واحده واحده كده. طبعا دي حته برضو جزئيه مهمه جدا، دي برضو عليها سؤال. التايم، امتى حصلت القصه بتاعتنا؟ التايم بتاعها امتى؟ ده سؤال مهم جدا. امتى القصه حصلت؟ في القرن الكام؟ ال 19th century، في القرن ال 19. يبقى لما يقول لك هنا قصتنا حصلت امتى؟ في القرن الكام؟ ال 19. في القرن الكام؟ 19. هسألك كل الكلام ده، خلي بالك في الحصه. تمام. يبقى القصه بتاعتنا احداثها بدات فين؟ في القرن الكام؟ ال 19، 19th century. كلام جميل. طيب مكانها فين؟
باسيفيك ايه اوشن. كلام جميل جدا. طيب مين الكاركتر، مين الشخصيه اللي كتبت القصه دي؟ وحد عندنا كاتب مشهور جدا جدا، تمام؟ اسمه ايه بقى هنا؟ اسمه الاوثر طبعا بتاعنا، خلاص، اللي كاتب الروايه او مؤلف القصه بتاعتنا دي، حد اسمها جيلس فيرن. جيلس فيرن، الراجل ده مشهور جدا، شخصيه جميله جدا جدا وكاتب عظيم. هو طبعا هو اللي كتب ايه القصه بتاعتنا. طبعا محتاجين نعرف عنه ايه، انا بس محتاج منك ان انت لما يقول لك مين اللي كتب الستوري، هو روت ذيس ستوري اللي هي 20000 ليجز اندر ذا سي، هتقول لي هنا جيلس ايه فيرن. طيب الراجل ده ادي مواليده ووفاته مش مهم جدا، بس الراجل ده هو كان ايه بقى، حد ايه بقى، فرنش نوفلست، يعني حد روائي فرنسي. الراجل ده كان فرنسي. كلام جميل. طيب نعرف عنه ايه كمان؟ هو طبعا كان بيلقب بلقب اللي هو ايه بقى، فاذر اوف ساينس ايه بقى، فيكشن. الراجل ده طبعا كان بيكتب طبعا قصص، اللي هو الاب الايه، الخيال الايه، العلوم وكده، يعني دايما بيكتب ايه، قصص ايه، خياليه. تمام. طيب منهم طبعا قصتنا الجميله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، اللي هي طبعا ايه 20000 ايه ليجز ايه اندر ذا سي. وكمان برضه هو اللي كان كاتب قصه برضو جيرني تو ذا سنتر ايه اوف ذا ايرث، تمام؟ وقصه كمان برضو اللي ايه بقى Around the World in 80 Days، دي بقى بتاعت تانية ثانوي. تمام. فالراجل طبعا هقابله كتير جدا، مش محتاج منك تعرف حاجه خالص عنه غير بس ان هو اللي كتب القصه بتاعتنا اسمه ايه، جوليس ايه فيرن. كلام جميل قوي. نبدا بقى ان احنا يا شباب نبدا ايه، نخش على احداث قصتنا. الشابتر 1 زي ما انتم شايفين كده طبعا في البحر، واحنا طبعا عندنا كده ايه، احداث جميله جدا ومشوقه جدا. طيب اول حاجه عندك هنا الشابتر 1. الشابتر 1 عندنا بيتكلم بعنوان، خلي بالك بقى، بعنوان The Mystery of the Sea Monster. احداث قصتنا بدات ان في القرن ال 19 ظهر كده مونستر، وحش، تمام كده. كل ما الناس البحارين يخشوا البحر، تمام، يرجعوا يلاقوا ايه، يعني يرجعوا طبعا السفن بتاعتهم متكسره، في وحش طلع عليهم، فاهمني؟ فبدا ان الموضوع ده يبدا يتكرر كتير جدا، كل ما البحاره تخش البحر يطلع في وحش كده يقسم الايه، السفينه نصين ويكسرها ويبهدلهم يعني. بدا الموضوع يتكرر كتير جدا جدا، وبدات الناس تتكلم عليه، تمام. فطبعا قال لك ايه بقى هنا، احنا عايزين نعرف الوحش ده كان عامل ازاي. كل ما هو بيهاجم السفن او بيكسر السفن، تمام كده، وبيدمر السفن كلها، بس هو مش ملامحه مش واضحه، يعني الناس مش قادره تميز هو شكله عامل ازاي. يعني هو مثلا بيخبط الخبطه بتاعته وبيكسر السفينه وبيدمرها، بس هم مش شايفين ملامحه. فطبيعي انت لو انت في بحر ومكان الناس دي في التوقيت ده، هتقول ده اكيد، ده يعني اكيد مثلا ده حوت، خلاص كده اكيد، يعني ده كده تتخيل ان ده حوت ايه، كبير جدا، او شارك مثلا، فاهمني؟ وهكذا. طيب يبقى احنا النهارده احداث قصتنا حصلت في القرن ال 19، وده عنواننا. هو طبعا قال لك ايه بقى، اللي هو اللغز. احنا عايزين نعرف بقى، بدات الناس كتيره جدا تتكلم ويحصل بابليك ديبيت، خلاص كده، مناقشات كتيره جدا، ان احنا عايزين نعرف ايه الوحش ده. طب كلمه وحش يعني وحش بحر، يعني بقى اسمه سي مونستر. سي مونستر، سي مونستر. طب عايزين نعرف ايه اللغز بتاعه، ايه بقى الوحش ده. طيب يبقى دلوقتي هنبدا نتكلم كده ونركز مع بعض، زي ما انتم طبعا شايفين كده، تمام، ان في طبعا سفن بتتكسر وبتتدمر. فانا جايب لك كده بس زي وحش كده، هو الناس بدات ان هو تتخيل ان الوحش ده ويلز، اللي هو طبعا هو ايه، حيتان وهكذا. فطبيعي انت بحر فتتخيل ان ده حوت، اكيد حوت ضخم يعني. فخد بالك بقى كده، يبقى انا عندي السفن بتتكسر يعني بتتبهدل جدا كل ما تخش جوه الايه، جوه المحيطات وجوه البحر، فاهمني؟ طيب احداث قصتنا بقى تبدا بقى كده، وركز معايا واحده واحده. احنا عندنا النهارده قصتنا اول حاجه بيقول لك ان ذا ميد 19th century، في القرن الكام؟ ال 19. يبقى في القرن الكام القصه بتاعتنا؟ في القرن ال 19. كلام جميل قوي. بيقول لك هنا sailors across the ocean، عايز يقول لك ان هنا sailors، هنا البحاره عبر المحيطات، تمام، وهم جوه في المحيط. قال لك هنا reported a strange creature. قال لك ان هم طبعا بعد ما طلعوا بقى من المحيط كده، فهم يبقى ايه، ان هم بدا يبلغوا ان في strange creature. خلي بالك يا صديقي، الكلمه كرييتشر يعني مخلوق غريب. سترينج كرييتشر، مخلوق غريب. خلي بالك، اكتب الحاجات دي كلها عندك عشان مهمه جدا، هحتاجها بعد كده. يبقى هنا الناس دي عملت ايه؟ البحاره لما عرفوا ان في مخلوق غريب في البحر، بدا ان هم يبلغوا الناس بيه. فاسمه ايه بقى هنا؟ يبقى كلمه كرييتشر دي يعني مخلوق، سترينج كرييتشر، مخلوق غريب. طيب قال لك هنا shapes claimed to يبقى have seen a huge sea monster. فعايز يقول لك كده ان هم بلغوا ان هم شافوا ايه بقى هنا؟ شافوا
a huge sea monster. يبقى لما يجي لك سؤال مثلا يقول لك السيلرز دولت شافوا ايه في البحر؟ هتقول كده a huge sea monster. شافوا ايه بقى؟ a huge sea monster. حلو جدا. يبقى دي اول حاجه. المونستر ده كان عامل ازاي؟ كان بيقول لك كانوا بيشبهوا لك ايه بقى؟ ان هو moving faster than whales. كان بيجري بسرعه اسرع من الايه؟ من الحيتان نفسها. يعني هو وحش كده سريع جدا، بيضربهم الضربه او بيدمر السفينه وبسرعه جدا. يبقى لما يجي يقول لك مثلا هو كان بيجري ازاي، فهتقول لي كده moving faster than whales. moving faster than whales. moving faster than whales. كلام جميل قوي. and smashing ايه بقى؟ ships. وكان بيدمر السفن. كلمة smashing يعني كان بيدمر السفن. يبقى هو كان بيعمل ايه بقى هنا تاني كده؟ هتقول لي كده ان هو moving faster than whales. وايه كمان؟ and smashing ships. كان بيدمر السفن، كان بيكسر السفن. طب بيدمرهم بيوصل لك ايه بقى؟ with terrible force. بقوة غريبة جدا، او قوة ايه؟ قوية جدا. خلاص، بقوة فظيعة يعني. طيب بعد كده اللي ظهر بدأت النيوز بيبرز، الجرايد بقى. الجرايد بدأت تكتب. طبعا الموضوع ده طبعا حصل بقى ايه؟ مناقشات كتيرة جدا على المونستر ده، الوحش ده، وبدأت الناس تكتب عليه. فيجي يسألك بقى سؤال مهم جدا بقى، خلي بالك. اول شوف كلمة نيوز بيبر هنا، الجرايد. described وصفوه. described ايه بقى؟ as both بحاجتين مهمين جدا عندك بقى، كلمة marvelous and terrifying. يبقى ده سؤال مهم جدا يا شباب. لما يقول لك دلوقتي مثلا ان النيوز بيبرز وصفوا المونستر ده او الوحش ده كان عامل ازاي، عايز منك كلمتين هنا، marvelous and terrifying. تاني كده وصفوه بايه بقى؟ تاني كده marvelous and terrifying. كلام جميل جدا. طيب قال لك هنا بدأ ان هو يحصل بابليك ديبيت، مناقشات بقى، والناس بدأت تتكلم كتير جدا على الوحش اللي في البحر ده. طيب قال لك هنا المناقشات دي بدأت ان هي جرو سو انتنس ذات يبقى هنا بدأت ان هم يتكلموا طبعا كتير جدا على الايه؟ على المونستر ده، الوحش يعني. طيب ايه اللي تم هنا بقى؟ بدأت ان هنا بقى يا جماعه هنا قال لك بس احنا لازم نجيب حد ونبدأ بقى ايه؟ نحل المشكله دي. ما هو طبعا الوحش ده بقى عمال يكسر في السفن، فاحنا عايزين نبدأ ان احنا نحل المشكله دي. فبقى جابوا مين بقى هنا؟ جابوا ارونكس بقى، العالم بقى، عالم فرنسي كده، حد عنده خبره قويه جدا عن البحر ومشاكل البحر. فقال لهم بس انا بقى اللي ايه؟ هخلصكم من الوحش ده. يا اما همسكه، هكابتشر او هيكاتش يعني المونستر ده، يا اما هيكل ايه؟ المونستر اللي هو اقتله يعني. يبقى جابوا هنا ارونكس ده، قال له يا عم تعالى يا عم ارونكس، احنا عايزينك تحل لنا المشكله دي عشان ايه؟ نشوف ايه الوحش ده نتخلص منه يعني. طيب فهنا جه بقى ايه بقى؟ قال لك الحل عندنا ان احنا نعمل فويج. خلي بالك من الكلمه دي بقى، هنعمل ايه هنا؟ فويج. فكده ارونكس ده هيعمل رحله بحريه. كلمه فويج هنا رحله بحريه، فويج رحله بحريه. كلام جميل جدا. طيب قال لك هنا بدأ ان هم قال لك لازم نعمل رحله بحريه تكون قويه جدا ونطلع نتخلص من الوحش ده. فعملوا الفويج دي was launched هنا to capture or kill زي ايه بقى؟ ذا بيست. وكلمه بيست برضو ايه؟ الوحش. يبقى خلي بالك بقى لما يجي يسالك يقول لك مثلا دلوقتي ان الفويج دي، الرحله دي انطلقت ليه؟ خلي بالك مهم جدا بقى. هتقول لي كلمه كده to capture or kill the beast. ان هم يبقى كلمه كابتشر يعني سرو، يعني يمسكوه يعني، تمام كده. اند كيل ويقتلوا الايه؟ المونستر. يبقى تاني ركز معايا بقى. يبقى ليه هنا الفويج طلعت اصلا؟ طبعا جابوا بقى وور شيب بقى، سفينه حربيه وفيها جنود كبيره جدا. خلاص كده. وارونكس بقى طبعا ايه؟ طلع بقى. بس طبعا ارونكس طبعا ما طلعش لوحده، خد بقى مين هنا؟ خد الايه؟ قال لك انا محتاج طبعا ايه؟ المساعد بتاعي اللي هو السيرفنت بتاعه اللي هو كونسيل. خلاص ده المساعد بتاعه، حد لويال، حد مخلص جدا. بدأ ان هو ايه؟ طبعا طلع معاه الرحله، تمام. وخد حد كمان اسمه نيد لاند، برضه هنقابله. نيد لاند اللي هو طبعا ايه؟ معاه هاربونر، اللي هو معاه الرمح يعني، بحيث ان هو ده حد يعني متمكن جدا، ان هو لو هو اصلا يعني شارك او حوت او كده، ان هو يقدر ان هو ايه؟ يضربه بالايه؟ بالرمح ده، تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي احداث قصتنا سريعا كده يا شباب، هي حصلت امتى؟ في القرن ال19. كلام جميل جدا. طيب ايه كمان؟ هتقول لي هنا ان السيلرز دولت، البحاره، شافوا ايه؟ هتقول لي يا مستر شافوا هيوج سي مونستر. شافوا ايه بقى هنا؟ هيوج سي مونستر. طب المونستر ده كانوا هم متوقعين ان هو ايه؟ كان ويلز. كانوا طبعا مفكرين ان هو طبعا ايه؟ حوت.
كان بيجري ازاي؟ خلاص كده هتقول لي moving faster than whales، كان بيجري طبعا اسرع من ايه؟ من الحيتان، كان سريع جدا يعني. طبعا الناس بتوصفه. طيب الجرايد بقى النيوز بيبر وصفوه بايه بقى؟ marvelous and terrifying، marvelous and terrifying، كلام جميل جدا. طيب هتقول لي هنا ان الفويج الرحله البحريه طلعت ليه؟ برافو عليك الناس الشاطره اللي مذاكره كويس جدا، طلعت ليه؟ to capture or kill the beast، to capture or kill the beast، وكلمه beast يعني برضو وحش زي كلمه برضو مونستر. كلام جميل جدا. ركز بقى معايا وكمل كده واحده واحده بحيث انت ايه تبقى ماشي معايا تمام. فطبعا هنا لو سالك سؤال مثلا زي كده قال لك بص what two words did newspapers use to describe يبقى the sea monster؟ سهله جدا. يبقى اول ما اقول لك هنا ايه هما الكلمتين اللي الجرايد استخدموهم وصفوا الايه الوحش البحر ده؟ كلمتين اتنين، marvelous and terrifying. كلمه marvelous يعني مذهل، خلاص كده يعني ضخم جدا. كلمه terrifying يعني مخيف مرعب. يبقى كلمه marvelous يعني ضخم جدا، وتيريفاينج يعني يبقى مخيف. خلاص كلام جميل قوي. طيب نكمل بقى كده زي ما احنا مع بعض. طيب برضو مكمله قصتنا. فطبعا احنا جبنا بقى لمين؟ جبنا الشخص العظيم ده بروفيسور باري بقى ارونكس. طبعا عشان الاسم طبعا كبير فاحنا هنحفظ بس كلمه يبقى هنا ارونكس. ارونكس طبعا ده هيبقى العالم الايه الفرنسي ده. الراجل ده طبعا ايه هو اصلا وظيفته ايه؟ خلي بالك بقى وظيفته ايه برضه سالك عليها. هتقول لي كده a French marine scientist، a French marine scientist، a French marine scientist. يبقى اول ما تقول لك هنا ارونكس ده هو مين؟ هتقول لي a French marine يبقى scientist، يبقى عالم فرنسي بحري. هو اصلا ليه طبعا خبره كبيره جدا عن البحر، وهو اللي هيحل مشكله الايه المونستر ده. كلام جميل جدا. طيب الراجل ده طبعا قال لك was invited to join دي بقى the voyage، هو طبعا دعوه عشان طبعا ينضم للرحله البحريه ويخلصهم من الوحش. طيب بس هل هو طلع لوحده؟ لا طبعا، ده سؤال مهم جدا بقى. كان مين معاه بقى في الفويج دي في الرحله البحريه؟ هتقول لي يا مستر كان معاه his loyal servant. مين بقى؟ his loyal servant، الخادم بتاعه المخلص، تمام كده الوفي. اسمه بقى هنا اسمه كونسيال. يبقى انا هنا الخادم بتاعه اسمه كونسيال. طيب and a Canadian harpooner، وواحد تاني كده برضو كندي هو ده بقى كان معايا بقى مع الهاربونر. اسمه ايه بقى؟ اسمه نيد لاند. يبقى هنا ارنس ده خد الخادم بتاعه اللويال سيرفنت، تمام كده. ومين كمان هنا؟ اللويال سيرفنت ده كان حد مخلص، حد كويس جدا معاه في الايه في السفينه. وخد مين كمان هنا؟ كنديان هاربونر. عايز الكلمه دي كده كنديان هاربونر، يعني حد ايه بقى؟ شخص ايه كندي وكان معاه كلمه كربون. الهاربونر ده اللي هو كان معاه ايه بقى ايه الرمح يعني، تمام كده. طيب اسمه ايه بقى؟ اسمه نيد لاند. كلام جميل جدا. وبدات هنا الرحله زي ما انت شايف كده. الراجل الجميل ده اسمه نيد لاند، وده اللي يا جماعه كده ده اللي بنسميه بقى ايه؟ ده الهاربونر. بص زي ما انتم شايفين كده ده هاربونر كده، حاجه عامله زي كده يعني ايه زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان هو لو مثلا حوت ان هو هيموتوا بيه، تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين كده طبعا ده كده كونسيال، وطبعا العالم بتاعنا ارونكس. فطبعا الراجل طبعا بدا ان هو يحضر نفسه ويحضر الجيش بتاعه، ويلا بينا نخلص على على الوحش. كلام جميل قوي قوي. فيجي هنا برضو تبقى انت عارف بقى ان انت تبقى انت عارف كويس جدا ان هنا كونسيال ده والهاربونر دولت الاثنين دولت يا حبيب قلبي هنا كانوا ايه بقى؟ هتقول لي كده كانوا also became a part of crew. عايز الكلمه دي مهمه جدا. يبقى هما الاثنين كانوا جزء من الايه بقى؟ من الكرو. كلمه كرو يعني ايه بقى؟ طقم السفينه. كرو يعني ايه بقى؟ طقم السفينه. كرو يعني ايه؟ طقم السفينه. خلي بالك من الكلمه دي كويس جدا. يبقى احنا عندنا اثنين كانوا ايه؟ كانوا بارت، كانوا جزء من الايه؟ من الفويج. مين؟ نيد لاند وكونسيال. حلو قوي. طيب قال لك زي بوردد وورشوب، يعني عايز اقول لك بقى هم بقى طلعوا بقى ايه على متن السفينه. وكلمه هنا سفينه حربيه يعني وور ايه بقى؟ شوب. خلاص كده وورشيب، سفينه حربيه وورشيب. طيب قال لك اند سيت سيل، بداوا طبعا ان هم يبحروا بقى ويخشوا جوه المحيط وجوه البحر اكروس بقى ذا باسيفيك، تمام كده في المحيط الهادي. طبعا قال لك يا فندم تعالى بقى
جه بقى طبعا ارنكس ده طبعا برجالته بقى طلع بقى بالسفينه حربيه ومعاه بقى جنوده ورجالته بقى وكل الناس دي كلها وطاقم السفينه الكرو يعني تمام. وبدا ان هم يبحثوا بقى ايه في البحر. يوم، اتنين مفيش حاجه، تلاته مفيش حاجه، اسبوع مفيش، شهر مفيش، شهرين مفيش، شهور. ايه ده يا جماعه؟ ده الناس دي بتالف ولا ايه؟ انت قلت هو في مونستر وفي وحش بقى والجو ده، مفيش حاجه اصلا. فتخيلوا بقى قعدوا لشهور يدوروا في البحر ويلفوا في البحر كتير جدا ومفيش اي حاجه. يا جماعه انتوا بتهزروا؟ امال ايه بقى؟ كان في وحش وعمال يكسر السفن واحنا عمال نلف في المحيط وندور ومفيش اصلا وحش ولا اي حاجه. فكانوا متوقعين طبعا ان هو اصلا مفيش وحش. فطبعا رجالته الناس اللي معاه، في ناس بقى هبطت بقى وبدات ان هم امبيشنت بقى، فاهمني؟ ما هو مش عايزين يصبروا وشاكين بقى ان اصلا ايه في تواجد اصلا وحش. قال لك يا عم لا مفيش حاجه، ما احنا بقالنا يوم واثنين وشهر وثلاثه وشهور وطبعا ايه مفيش اي حاجه. فبص بقى قال لك ايه بقى؟ قال لك هنا بدوس، قال لك ايه؟ فضل يبحثوا بقى، قال لك ايه 4 مانث. وخلي بالك مانث هنا لشهور، لعده شهور يبحثوا مش لاقيين حاجه. قال لك زي هنا searched without success، قعدوا شهور يدوروا بدون نجاح. فخلي بالك بقى لما يجي يسالك هم قعدوا يبحثوا قد ايه، هتقول لي 4 مانث. وكلمه 4 مانث هنا هي خلي بالك هي جمع. 4 مانث هنا هي جمع، قعدوا ايه لشهور كتيره جدا يدوروا ايه وبدون ايه بدون نجاح. طب وبعدين يا جماعه هنعمل ايه؟ بدات ان طبعا يحصل بقى ايه، ان التيم بدا ان هو يهبط بقى خلاص. في ناس بقى مش عايز تصبر بقى وخلاص، يقول لك احنا لازم نرجع بقى خلاص مفيش اصلا حاجه. تمام. طيب هنا بيقول لك هنا سؤال مثلا مقترح هون what was هنا ايه بقى؟ ارنكس هنا ايه بقى؟ بروفيشن. خلي بالك بقى من السؤال ده برضو. عايز اقول لك هنا ان كلمه بروفيشن هنا يعني وظيفته كانت ايه؟ الراجل ده كانوا ايه وكانت وظيفته؟ مين هيقول لي بقى هنا؟ برافو، a French marine ايه بقى؟ scientist. a French marine ايه؟ scientist. كلام جميل جدا جدا. طيب لحد ده احنا ماشيين كويس قوي قوي قوي. هنا بقى نبدا بقى الموضوع يبدا ان هو نتعمق اكتر في القصه، وتبدا احداث القصه هتبقى مشوقه اكتر. خلي بالك جميله جدا القصه. بص بقى يا سيدي، هنا الموضوع لحد هنا كده قال لك بص يا فندم هنا some sailors doubted the monster's existence. بعض البحارة بقوا ايه بقى هنا؟ قال لك doubted يعني بقى شاكين بتواجد الايه؟ المونستر ده. مفيش اصلا مونستر، اصلا مفيش وحش. فكلمة existence تواجد الايه؟ تواجد برضو محتاجينها. يبقى هم هنا كانوا شاكين بتواجد الايه المونستر الوحش. مفيش وحش اصلا خلاص. طيب قال لك while others became impatient، والاخرين بدأ ان هم ايه مش صابرين اصلا. كلمه impatience يعني بقى هنا ما بقاش صابرين ان هم ايه يقعدوا يعني. طيب نيجي بقى في لحظه مهمه جدا جدا جدا. في يوم من الايام وهم في البحر، في منتصف البحر، في جو بقى ايه one، قال لك يبقى at last بقى هنا one evening، يوم بالليل وهم في وسط البحر. ايه اللي حصل يا مستر؟ تعالى بقى عشان دي بقى حته مهمه جدا. قال لك one evening a long glowing shape. ايه؟ a glowing shape. عايز اقول لك ان في شكل كده glowing يعني حاجه مضيئه كبيره جدا. ايه ده يا مستر؟ ده شكل ان في حاجه هتظهر والدنيا دلوقتي ايه بص بقى هتتحول. ايه ده شايفين في كده ايه زي اضاءه كده ونور عالي جدا. كلمه glowing shape يعني في شكل كده ايه اضاءه. قال لك بس ده اكيد الايه الوحش. اجهز ايه، يلا رجاله جهزوا عشان ايه نضرب فيه. بدات ان الرجاله تجهز. اول ما شافوا الجلوينج شيب قال لك بس ده اكيد الوحش، ابدا بقى عشان نضرب عليه. هوب راحوا جايين بقى ايه عندك بقى يضربوا مين هنا؟ استعد يا باشا ان احنا نضرب ايه بقى تشيزت، ان احنا طبعا هنطرده طبعا بقوه. كانون بقى ايه فاير بقى. في بقى الكانون دي فاير دي المدافع بقى. بداوا ان هم يضربوا ايه مدفع. خلاص يجي فيه ما يحصلوش اي حاجه. عايز اقول لك ايه انا ما اتوجعتش اصلا. طيب ماشي كمان مدفع برضه ما اتوجعش ما حصلوش اي حاجه. وبعدين بقى مدفع والتاني والتالت بدا يضربوا فيه. بدا قال لك ايه بقى هنا نجيب بقى حاجه تانية كمان بقى هنا الهاربونرز. خلاص كده اللي هو الايه الرمح. طب هو اصلا ما ماتش بالمدافع والنيران هيموت بالهاربونرز؟ لا طبعا. بدا ان هم يضربوا فيه. هو بدا ايه كل ما يضربوا فيه هو برضه ايه مفيش حاجه بتاثر فيه اصلا خالص. ايه اللي يحصل يا فنان؟ بص بقى فجاه suddenly فجاه the monster الوحش turned and hit the ship. راح لفف لهم بقى وراح ضرب الايه السفينه بايه بديله كده، وراح ايه بقى مكسر السفينه مدمر السفينه زي ما انتم شايفين كده. شايف المنظر؟
بص منظر عامل ازاي. هو طبعا بقى السفينه سفينه حربيه قويه جدا مجهزه بجنود وناس، يعني بص يعني حاجه قويه جدا. قعدوا يضربوا عليه طبعا بمدافع زي ما انتم شايفين كده، دي بقى هي الكانون خلاص كده، اللي هي المدافع بقى ويضربوا بالسلاح كتيره جدا والهاربونر. فجاه الباشا راح داخل كده وراح ضارب السفينه، هيت ذا شيب، وراح ايه مكسرها. تمام. طيب ايه اللي حصل بقى؟ طبعا ايه ارونكس ورجالته والتيم بتاعه كله بقى فين؟ وقع فين؟ في البحر زي ما انتم شايفين كده. بس هنا يا صديقي بقى ركز بقى كده اللي حصل. قال لك هنا لما خبط الايه؟ خبط السفينه. ايه اللي حصل بقى؟ الرجاله كلها وقعت في الايه؟ في البحر. بس خبطها بيه. بص قال لك ايه؟ اتس ستيل لايك ا بادي. لما وقعوا في البحر شافوا ان هو بص ستيل لايك ا بادي، يعني كان جسمه يبقى من ايه؟ من الستيل لايك ا بادي، يعني من الحديد او من الصلب. ايه ده؟ لما وقعوا في الميه وشافوا الجسم بتاع المونستر الوحش ده، هم كانوا تركيزهم طبعا ان هم يعرفوا الوحش ده شكله عامل ازاي. خلاص. لقوا بقى الديل بتاعه خلاص كده، او الجسم بتاعه من الحديد، من الفولاذ. ايه ده مش ما طلعش حيوان عادي، ده طلع حاجه ايه؟ بالحديد. فضلوا ان هم يطاردوا الايه؟ الوحش ويمشوا وراه عشان يعرفوا ان هو اكتشفوا ان هو ايه. بدا يا باشا بقى ايه بقى؟ قال لك هنا ارونكس هنا اند كامبينيونز كده. احنا كلمه كامبينيونز طبعا هم ايه؟ اصحابه. were thrown into the sea. وقعوا طبعا فين؟ في البحر. كلام جميل جدا زي ما انت شايف كده يا صديقي. الموضوع طبعا قدامك باين وهم طبعا واقعين في البحر، والمونستر دمر السفينه وكلهم بقوا فين؟ في البحر. يجي لك هنا مثلا سؤال مهم جدا، يقول لك هنا how did the sea monster attack the ship؟ ازاي الوحش خبط السفينه؟ ازاي ضرب السفينه؟ بكلمه واحده بس. هتقول لي ازاي اتاك؟ هتقول لي كده اتس بقى with steel like a body. بس ده بقى ضرب بس بجسمه الحديد بس كده. خلاص كده تمام جدا يا مستر. لحد هنا الدنيا ماشيه زي الفل وانا فاهم كل حاجه لحد دلوقتي. كلام جميل. نكمل بقى يا صديقي بقى. هوبا هنا بقى ايه الموضوع بقى كده؟ بدا ان في تشوق اكتر بقى. لو تلاحظ هنا يا فنان هتلاقي الرجاله بقى مين هنا؟ ارونكس بقى ونيد لاند وايه وكونسيل نزلوا تحت البحر. بدا ان هم يعوموا كتير جدا عشان يعرفوا الوحش. ما طلعش وحش عادي، ما طلعش حيوان، not an animal، ما طلعش حيوان زي ما انتم شايفين كده. طلع يبقى هنا submarine اللي هو يبقى غواصه. ايه ده؟ زي ما شايف كده ده ما طلعش وحش زي ما الناس كانت بتقول، وكانوا اصلا متخيلين ان هو ويلز اصلا حوت. ما طلعش ايه؟ حوت. لا ده طلع مين؟ طلع غواصه تحت البحر، بس غواصه معموله بديزاين العقل ما يستوعبهاش اصلا في القرن ال 19. حاجه كده قويه جدا جدا وعملاقه كبيره. طبعا هم فضلوا بقى ان هم ايه؟ يعوموا طبعا ورا الايه؟ ورا السبمارين دي، السبمارين اللي هي الغواصه، عشان يكتشفوا طبعا تفاصيلها. كلام جميل جدا زي ما انتم شايفين كده. ايه الرجاله هنا ايه بقى؟ قال لك بدا ان هم يستراجلينج، بدا ان هم يكافحوا تو سرفايف عشان طبعا ايه؟ يعيشوا. ما طبعا واقعين في الميه وبيحاولوا ان هم طبعا يكتشفوا الايه؟ الغواصه دي. قعد ان هم طبعا ايه؟ يسوام توورد زي بقى ذا ميستيريوس كريتشر، وقعدوا ان هم يعوموا اتجاه الايه؟ اتجاه المونستر او اتجاه الايه؟ المخلوق ده. تمام. عشان طبعا يتاكدوا ان هو اصلا عباره عن ايه. كلام جميل جدا. قال لك هنا تو زير هنا يبقى astonishment هنا they discovered اكتشفوا ايه؟ ان هو it was not an animal، ما كانش حيوان at all اطلاقا، but man made، صنع الانسان، submarine. كلمه submarine اصلا ايه بقى؟ يعني طلعت غواصه تحت البحر، ما طلعش حيوان. يبقى لما يجي يسالك يا فندم هنا هل هم اكتشفوا ايه؟ هم اكتشفوا ايه هنا؟ discovered ايه؟ هتقول لي هنا اكتشفوا ان هو it wasn't an animal at all، ما كانش حيوان خالص يا مستر. يبقى كان ايه بقى هنا؟ it was a man made submarine، اللي هو كانت غواصه مصنوعه بايه؟ بالانسان تحت البحر، بس of a special design، كان تصميمها رائع جدا جدا جدا. طيب زي their adventure. قال لك هنا، قال لك كمان بقى ocean was بيبقى about to begin، وبدات الرحله تبدا من هنا. دي بقى بدايه الايه؟ الرحله. ان هم طبعا نزلوا تحت الايه؟ في البحر، وبدا ان هم يعوموا ايه؟ في الغواصه. فجاه بقى ايه اللي حصل؟ حاجه جامده جدا 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 هقولها لك في الشابتر اللي جاي. انتظروني. وكان معكم مستر حمد عادل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.